انعسنا على اخبار اثلج صدورنا بمحاولة اخذ 4 ديال الجنود لعطلة اجبارية تحت رمال ارض العزة. وفقنا على مناظرة قلبت الموازين بين جلاد الملاحدة انس بن محمد ضد الدكتور رشيد عشعاش ومن لا يعرفه. تقريبا 3 ساعات يا الاخوان، ماشي مناظرة، هذه حصة تعليمية على المباشر. واول حاجة غنقولها هو عتاب للاخ انس. دخلنا عليك بالله اخي انس، كيفاش غيقبل احمد او شي علماني اخر يناظرك من دابا الفوق؟ كيفاش غادي يلقاو الشجاعة يناظروا العلماء المسلمين بعدما شافوا هذا التشنشيطه اللي درتي للسيد؟ الاخوان، اغلب الشبهات اللي غتجبر في مواقع التنصير وفي فيديوهات الملحدين وزيد عليهم المغالطات المنطقيه رد عليها الاخ انس في هذه المناظره، وخلى بنو علمان والملاحده في الزاويه يبكون. الشبهات اللي ظل حياتهم كامله وهما خدامين بها كينشروها بين شباب المسلمين وكياكلوا بها الطرف ديال الخبز، دابا هدمها لهم انس من الاساس. وبلاتي ماشي بالغوات ولا بالصداع ولا بشي حاجه اخرى، لا لا لا، بالحجه الدامغه والمنطق الفريد. وهذا الشيء ماشي غريب وماشي صدفه، هذه قوه الاسلام. انه الاسلام اخواني بيان كالماء العذب وحجه ناصعه كالنهار، دين كالبنيان المرصوص لا ثغر فيه ولا صدع. والصراحه انا نقدر نهضر بالساعات على هذه المناظره، ولكن الافضل نخلي صاحبها يهدر لنا عليها شويه. السلام عليكم اخ انس، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عزيز، مرحبا. خي أنس، أول سؤال هو بغيتك تقول لنا كيفاش جاتك المناظرة مع الدكتور رشيد عشعاش؟ حياك الله. بخصوص المناظرة في الحقيقة كانت جيدة، يعني لا من المسائل المتعلقة بالتقنيات لا بالنظام. في الحقيقة أنا جاتني المناظرة كانطباع أولي وكانطباع نهائي أنها كانت مناظرة جيدة، يعني وراضي على المستوى اللي كان المناظرة من جميع الجوانب. جميل جميل جدا. وكيف جاتك الشبهات اللي طرح الدكتور رشيد؟ لاحظنا أنه طرح شبهات كثيرة ومتنوعة في عدة مواضيع، وطرح بزاف ديال المغالطات المنطقية. وفي الحقيقة بخصوص الشبهات، أنا في الحقيقة ما كنت كنتوقع أننا غادي نتفرعوا وغادي يولي نقاش متعلق يعني بالشبهات، بدل التركيز على الأصول الكلية العقلية وعلى الطرح العقلي الذي قدمته في البداية في إثبات يعني المطالب ديال المناظرة. لكن الشبهة أولا، هذا المصطلح الذي لما يطلق هو المقصود به التباس الحق بالباطل، لأن الإنسان كيتلتبس عليه الحق بالباطل، وهي ماشي زعما أمور جديدة، لا، هذه أمور قديمة يأتي بها هؤلاء من المنصرين الأوائل من المستشرقين الذين يروجونها اليوم، بطرس وغيره يعني من هؤلاء، ثم يتلقفها يعني هؤلاء اليوم يعني من عندهم، ويصير يعني كل يلوكها وتمارس واحد البروباغندا إعلامية خطيرة في تشويه الفقه، وأن الفقه لم يعد صالحا، وأن هذا هو الفقه، والفقه يعني تخلفي وكذا وكذا وكذا، وأنه بغيتونا التخلف، بغيتونا كذا، بغيتونا كذا. هذا ناتج إما عن عدم دراسة أو عن أن هذه البروباغندا كتأثر على الإنسان اللي ما دارش، اللي ما بطالش على علم الفقه، كتأثر على هذه البروباغندا وصافي كيولي معاه فوق ما كيسمع الفقه كيتمركز له في اللاوعي ديالو هذا النوع ديال التغبيشات التي هي بعيدة عن المناقشة العلمية بمعزل وهادشي. جميل جدا. خي أنس، آخر سؤال هو واش كتشوف راسك أنك نجحتي في تحقيق مطالب هذا المناظرة والشيء اللي مشيت عليه للمنصة ديال طويل تورك؟ بخصوص الجواب على هذا السؤال، نعم، أنا كنشوف أنني نجحت يعني في تحقيق المطالب ديال المناظرة، لأن ما قدمته في المقدمة الأولى وفي المداخلة الأولى في الأدلة التي طرحتها يعني في بيان شرعية منهجنا، وأنه منهج علمي أصيل مبني على ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأنه مأمور من الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله، ولم أتلقى نقدا يعني من المخالف على أصله أبدا أبدا، وإنما هي شبهات متفرعة عن هذا الأصل الذي أثبته يعني في المداخلة الأولى. وكذلك أثبت أن المنهج المخالف أو القراءة المخالفة هي قراءة ليست من الدين، باعتراف الطرف المناظر في آخر المناظرة لما سألته هل هي من الدين قال لي لا، ليست من الدين. وأنا كان يعني محور المناظرة أو مطلب المناظرة أن أثبت أن قراءتي من الدين مما أنزله الله تبارك وتعالى، وقراءة المخالف ليست من الدين، وإنما هي من المحدثات التي لا تنبني على أي أصل علمي وعلى أي أصل منهجي. وأرى أن هذا المطلب يعني تم تحقيقه ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي أنس وكثر الله من أمثالك. بالنسبة لي يا إخواني، أنا عندي تعليق واحد على المناظرة. من نهار عرفت الأخ الطويل عمرني شفته يبدي إعجابه علانية بجواب في مناظرة من المناظرات اللي كيدير، حتى لهذا المرة سبحان الله أنس بن محمد شرح قضية السب في الإسلام بمنطق متين، والنتيجة الطويل نفسه اعترف بجمال النظام الإسلامي. تخيلوا معايا موضوع كيستعملوه خصوم الدين كسلاح للطعن فيه تحول قدامنا لحجة ناصعة تبهر حتى
حتى المحاور المحايد. والغريب في هذه المناظره الاخوان ان الدكتور اللي مع كل احتراماتنا له بدل ما يجادل الحجه بالحجه بدا يقلبها العبارات السطحيه. اذا كيعجبك السبي، اذا كيعجبك اللي داروه الانكشاريه. ومن هذا المنبر يا اخي كنقولوا لك زير معانا شويه. دابا انت واش جاي تنتقد شرع في الاسلام ولا جاي تفتش على زلات البشر؟ الاسلام دين كامل، اما المسلمين ففيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم شارب الخمر، فيهم المنافق، فيهم العميل، وفيهم الخطا خطا فرض ماشي خطا الشرع. اذا عندك قدره تناقش الاسلام نفسه ناقش النص، ناقش المنهج. اما الهروب لقصص اشخاص فهذا اخي واسمح لنا مجرد دخان باش تغطي على العجز قدام الحجه الدامغه ديال الاسلام. باش ما نطولش عليكم الاخوان في الفيديو، هذا كان الراي ديالي في المناظره، وتفرجوا لها وقولوا لنا الراي ديالكم فيها. هذا ما كان، والسلام على من اتبع الهدى.